السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله السعيد ينتظر عرض الزمالك للرحيل عن بيراميدز. كشف مصدر مقرب من عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن أن اللاعب ينتظر عرضا جديدا من نادي الزمالك من أجل الرحيل عن صفوف الفريق السماوي في يناير المقبل أو مع انتهاء الموسم الحالي، على خلفية أزمته مع ناديه وتغريمه 250 ألف جنيها بعدما غادر اللاعب ملعب مباراة فريقه أمام المقاولون العرب معترضا على قرار استبداله بين شوطي اللقاء. ووفقا للمصدر المقرب من عبد الله السعيد في تصريحات خاصة له، اللاعب ينتظر عرضا جديدا من نادي الزمالك للرحيل عن بيراميدز سواء في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم، بعدما أبلغ اللاعب مسؤولي ناديه برفض العقوبة الموقعة عليه وطلب الرحيل في حالة عدم إلغائها. وأضاف المصدر أيضا أن عبد الله السعيد لن يغالي في طلباته المالية مقابل الانتقال لنادي الزمالك في ظل رغبته للانتقال إلى نادي كبير يستطيع من خلاله إنهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر. وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق دخوله في مفاوضات مع سالم مالك نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع عبد الله السعيد في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الأمر قوبل بالرفض من إدارة الفريق السماوي.